مصريين. مجاهدين. انا بقول لك مصريين. انا الصح مجاهدين. لا احنا بس مصريين. ايه بتتناغوا في ايه؟ اقعد. هو مش احنا مصريين؟ في الاصل طبعا. لكن احنا مجاهدين. في الاصل الاصيل احنا مسلمين. الاسلام وطن. طب ومصر؟ هي البلد اللي انا اتولدت فيها. ايوه انا دلوقتي مصري ولا افغاني ولا ايه بلدي؟ انت مسلم عربي مهاجر مصري. احنا اولاد الخليفه. تواضع. اولاد الخليفه لازم يكونوا اكثر تواضعا، فاهم؟ امي زعلانه عشان خالي مات. حقها طبعا تبقى حزينه. اخوها. بتقول ان انت اللي امرت بقتله. مش صحيح يا عبد الله، مش صحيح. انتوا عارفين ان انتوا اهم حاجه عندي في الدنيا، علشان كده انا هتكلم معاكوا كلام الكبار، كلام الناس اللي يفهموا يعني ايه سر. سر؟ ايوه سر، وسر عظيم من اسرار الدوله. مين فيكم هيكتم السر؟ انا. وانا. الاخوه هنا بايعوني على السمع والطاعه، الا خالك رفض واتهمني في شرفي وامانتي وديني، والحكم في الشرع هو القتل، وإن أنا المسؤول عن التطبيق. ظاهر الأمر إن الشرع حكم بلساني، لكن الحقيقة إن خالك حكم على نفسه يوم ما رفض السمع والطاعة. يستاهل، ده حكم ربنا العادل، وازاي يتهمك؟ يعني هو ما كانش فيه اي حل تاني؟ تدوله فرصه انه يرجع في كلامه او يتوب؟ اي حاجه تانية غير القتل؟ في لحظة يا عبد الله لو اديت اللي قدامك فرصة إنه يتراجع تبقى بتديله فرصة إنه هو يقتلك. رفض خالك ليا كان معناه إن هو أمر بقتلي جواه، وكرسي الخلافة ما يحتملش اتنين، يا أنا يا هو. ومين بعدك؟ انا ولا عبد الله؟ اللي تختاره الجماعة. طب ولو انا كبرت قررت ان انا اخد مكانك، هتقتلني؟ لو انت كبرت وبقيت احسن مني علما وفقها وبقى عندك انجاز كبير في الجهاد، ساعتها يا سلام هسيب لك مكاني وانا مبسوط، لانك هتبقى احق. طب ولو مش هو الاحق تقتله؟ غالبا يا ابني، غالبا لانه هيبقى خد حاجه مش من حقه وهيضر بيها كل المسلمين. شفت بقى الموضوع صعب قوي ازاي؟